بيبدأ الفيلم ببنت اسمها نميدة، وأول لما بتصحى بتمسك تليفونها وبتشوف الصفحات والمواقع اللي متعودة كل يوم تتابعها، وبتكون كل حياة نميدة على التليفون سواء في شغلها أو مع أصحابها. ولما بتخرج مع أصحابها بيتصوروا مع بعض صور كتير، وبتقضي يوم حلو قوي، وهي ومروحة بتكون نايمة على نفسها، فتليفونها بيقع منها في الأتوبيس، وبيفضل التليفون في الأتوبيس لحد ما واحد بيلاقيه وبياخده. وبنشوف اللي أخد التليفون وهو بيحضر الاكل في بيته، وفي الوقت ده تليفون نميدة بيرن، فبيشغل الشخص ده تسجيل لصوت واحدة وبيرد بيه على اللي بيتصل، وبتكون جيما صاحبة نميدة، وبيكلمها بصوت البنت وبيقول لها انه لقي التليفون في الاتوبيس، وبيقول لها انه ممكن يسلم التليفون للشرطة. فجيما بتقول له انها هتسأل نميدة وهترد عليه، وبتروح جيما لبيت نميدة وبتكون بتدور على تليفونها بس مش بتلاقيه خالص، وجيما بتفضل تضحك عليها وبتقول لها انها اتصلت بيها قبل ما تيجي، وواحدة ردت عليها وقالت لها انها لقيت التليفون في الاتوبيس. وعلى الجانب الاخر بنشوف جوني يون وهو بيبحث باسم نميدة وبيكتب اي معلومات عنها، وبتتصل نميدة بيه وبتقول له انها صاحبة التليفون، وبتطلب منه على اساس ان هو البنت اللي بتتكلم انهم يتقابلوا بعد ساعة في مطعم ميز اللي باباها بيملكه. ولما بينهي معاها المكالمة بيحاول يفتح التليفون، بس لما بيفشل بيرمي التليفون فشاشته بتتكسر. وعلى الجانب الاخر بتكون الشرطة اكتشفت جثة بنت مقتولة في الجزيرة، وبتكون معالم الجثة مشوهة وبصماتها مخفية، وبيشوفوا جنب الجثة أنبول بيتحط فيه أسمدة للنباتات. ولما المحقق جي مان بيشوف الأنبول بيقرر يتمشى شوية في الجزيرة، وهناك بيلاقي شجرة وتحتها أنبول سماد تاني، وعلى فروع الشجرة مكتوب اسم ابنه جوني يونغ. وبعدها بنشوف جي مان هو وزميله جانغ وهما بيتكلموا على أنبولة السماد، وبيقولوا جانغ إن المعمل أثبت إن المادة اللي فيها اتسحبت من شهر، وده نفس الوقت اللي الجثة اتقتلت فيه، وده معناه ان اللي حط السماد للشجرة هو نفسه اللي قتل البنت. فبيعرف جانغ من جي مان انه كان زارع الشجرة دي لابنه جوني يونغ في الجزيرة، وابنه هو الوحيد اللي كان بيهتم بيها. فجانغ بيقول له ان كلامه ده معناه ان ابنه هو اللي قتل الضحية ولازم يقبضوا عليه. وهنا جي مان بيقول لجانغ ان ابنه جبان ومستحيل يقدر يقتل، ده حتى من غبائه ساب البيت من 7 سنين وما غيرش عنوانه في بطاقته، واكيد مصاحب شباب فاشلين زيه. وحكى لهم على موضوع الشجرة وهم اللي عملوا كده عشان يلفقوا له جريمة القتل. فجانغ بيقول له لو كلامه طلع صح فهم محتاجين ارقام واسامي صحابه، وبيسألوا لو كان معاه رقم ابنه، فما بيردش عليه، وبيقول له ان الحل الوحيد انه يبلغ وحدة المفقودين. وبتروح نميدة لابوها في المطعم، وهناك بيحضر لها عصير الخوخ اللي هي بتحبه، وبتسأله اذا كان ضاف العصير ده على المنيو، فبيقول لها لا لانه مفيش ناس كتير بيطلبوه. وهنا بيتصل جون يونغ بالمطعم وبيقول لنميدة بصوت الست اللي مسجله ان شاشة تليفونها اتكسرت، وعشان كده سابهولها في مركز التصليح ودفع تمن تصليح الشاشة، وبيديها عنوان المركز وبيطلب منها تروح تستلم التليفون من هناك. ولما بتروح نميدة للمركز بتلاقي ورقة متعلقة على الباب ان ممنوع حد يدخل المركز من غير كمامة، فبتلبس الكمامة وبتدخل المركز، وبتلاقي تليفونها اول لما بتدخل، وبيطلع لها جون يونغ بس بيكون لابس كمامة ومغطية جزء كبير من وشه، وبتقول له انها جايه تاخد التليفون ده، فبيديها ورقه عباره عن طلب لتصليح التليفون علشان تملى البيانات اللي فيه، ومن ضمن البيانات دي بيبقى مطلوب منها انها تكتب كلمه سر التليفون بتاعها، فبتكتب كلمه السر وبتملى باقي البيانات المطلوبه، وبياخد جون يونغ منها التليفون والطلب، وفي لحظه بيغير لها الشاشه وبيركب لها كاميرا عشان يراقبها، وبيفتح التليفون وبياخد كل البيانات اللي عليه، وبيهكر التليفون بحيث ان اي حاجه بتعملها نميدة هتظهر له على التليفون بتاعه، وبعدها بيديها التليفون. ولما بتنزل نميدة من عنده بيقدر يشوفها عن طريق الكاميرات وكأنها في بث مباشر 24 ساعة، ده غير انه بيعرف هي بتكلم مين، وبيسمع كل حاجة هي بتقولها حتى لو مش بتستخدم التليفون، وبيسمعها وهي بتتكلم مع جيما وبتقول لها ان ابوها عمل لها عصير الخوخ اللي هي بتحبه. وبالليل بيروح جون يونغ المطعم ابوها وبيطلب منها عصير الخوخ، وبتسأله عرفت منين ان احنا بنعمله، فبيقول لها انه جربه الصيف اللي فات هنا، وبتعمل له العصير وبتروح توديهوله، وبيكون بيلعب بابجي زيها، وبيفتح معاها كلام وبيسألها ليه الصنف ده مش موجود في المنيو، فبتقول له ان مفيش ناس كتير بيطلبوه، فبيقول لها انه طعمه حلو وانهم مميزين عن اي حد بيعمل العصير ده. وباباها بيدخل وبيشوفها وهي بتتكلم مع الزبون، فبيسألها ابوها ليه بتتكلمي معاه كأنك تعرفيه، فبتقول له انها افتكرته زبون قديم هنا وانه طلب عصير الخوخ اللي محدش بيطلبه، فبيقول لها ليه بتبيعي مشروب مش للبيت
البيع وانه عمله عشانها بس، فبتبتسم وبتقوله سلام يا مدير وبتمشي. وعلى الجانب الاخر بنشوف جي مان وهو بيفكر في كلامه مع زميله جانج لما قال له انه بيحاول يكلم ابنه عشان يجي يخلي باله على مامته لما كانت تعبانه، وان ابنه مستحيل يكون على تواصل مع والدته. وبيدخل جي مان اوضه مراته وبتكون نايمه، وبيفتح تليفونها وبيشوف رسائل بينها وبين ابنها وبيقدر يعرف عنوانه. وفي الوقت ده بيكون جون يونغ في بيته وبيتعشى وبيراقب نميدة على شاشة اللابتوب وبيشوفها وهي بتكلم جيما قبل ما تنام. وتاني يوم بيكون جون يونغ بيكتب كل حاجة عارفها عن نميدة، ومن ضمن المعلومات اللي بيكتبها انها ساكنة في مبنى مفيش عليه حارس، وكمان ساكنة في شقة لوحدها، وهي ورايحة الشغل بيكون جون يونغ شايفها من خلال كاميرات تليفونها. وبعد ما بتوصل لشغلها بنشوف جون يونغ بعد ما كتب في مذكراته المستهدفين نميدة وابوها وصاحبتها والمديرة بتاعتها، وبيغير خلفية اللابتوب من صورة اخر ضحية لصورة نميدة. وفي الشركة اللي نميدة بتشتغل فيها بتكون مع المديرة بتاعتها وبيبقى تليفونها معاها، وبتفاجئها المديرة بان في شركة كبيرة بعتت لهم عرض بمبلغ كبير عشان يقدروا يشتروا المنتج بتاعهم، وبتقول لها انها هتكافئها بانها هتضاعف المرتب بتاعها. وبتقول لها مديرتها ما تقولش لزمايلها عن حاجة عشان هيحقدوا عليها ويحصل لها مشاكل. وبنشوف جي مان مع مراته بيقول لها تاكل عشان تاخد العلاج، وبتكون مستغربة لانه عمل الاكلة اللي ابنه بيحبها، فبيقول لها انه كان بيفكر فيه، وبتتوتر جدا لما بيسألها عنه، بس بتقول له انها ما تعرفش عنه حاجة. فبيقول لها ان كان في جريمة قتل عند شجرة الخوخ اللي زرعها له لما كان عنده 10 سنين، وان محدش يعرف حكاية الشجرة غيره هو وابنه. وبتكون مصدومة ومش عارفة ترد، وبتوصل له رسالة انهم وصلوا لابنه من خلال الرقم والعنوان اللي خدهم من تليفون مراته. وبعدها بيكون جون يونغ في بيتها وبياخد جولة في البيت كأنه هيشتريه، ولما بيفتح درج مكتبها بيلاقي فيه تليفون قديم. وبعدها بنشوفه وهو خارج من محل تصميم كروت بالاسم والوظيفة، وبيعرف جي مان من المحقق جانج ان جون يونغ اتخلص من تليفونه من سنتين، وبيبقوا مستغربين عشان مفيش حد بيقدر يعيش من غير تليفون. وبيقول له المحقق انه في 2019 خسر 25 مليون في عملية نصب في الإيجار، وإنه مش معاه تليفون بس عنده ورشة تليفونات وبيصلحها. وبياخد العربية وبسرعة بيروح لبيت جون يونغ، وبيكون موجود في قفل الباب من بره سلك صغير جدا، ولما بيدخل البيت بيلاقي تليفونات كتير. وفي الوقت ده بيوصل جون يونغ البيت وبيلاقي السلك الصغير اللي كان على قفل الباب على الأرض، فبيعرف إن في حد جوه، وبيبص من ورا الشباك بيشوف جي مان جوه الشقة. وفي الوقت ده بيلاقي جي مان صورة للضحية قبل ما تموت، وبيلاقي شنطة وبيكون فيها تليفونات كتير وكروت عمل بأسماء ووظائف مختلفة، وبيقدر كمان يلاقي مذكرات جون يونغ اللي بيكون كاتب فيها تفاصيل حياة الناس اللي قتلهم. وبيلاقي ابنه باعت له على التليفون رسالة وبيقول له اهلا يا بابا بقالي كتير ما شفتك، وبيبعت له صورته وهو في شقته بيدور في حاجته، وبيعرف ان ابنه موجود في البيت وشايفه، فبيمشي ورا زوايا التصوير عشان يلاقيه، وبيجري لحد ما بيوصل لسطح البيت، ووقتها بيشوف تليفون متثبت وبيصوره من بعيد. ولما بيرجع لشقة جون يونغ بيتفاجئ ان الشقة كلها غرقانة وكل الأدلة اللي كانت موجودة راحت في المية. وبعدها بيروح جون يونغ المطعم بتاع ابو نميدة وبيطلب مشروب الخوخ اللي بتحبه نميدة، فبيقول له ابوها ان المشروب ده مش موجود في المنيو، وبيسأله عرف ازاي انهم بيعملوا المشروب ده، فبيكذب عليه وبيقول له انه زبون قديم هنا بس هو عمره ما شافه في المطعم قبل كده. وعلى الجانب الاخر بتكون نميدة قاعدة في المطعم وبتتكلم في جروب الشركة اللي شغالة فيها، وبيكونوا بيتكلموا عن منتج لو ما اتباعش الشركة هتفلس. والاخ جوني بيبعت لها رسالة وبيقول لها انه في المطعم وبيكون بيشتري منها اسطوانة لفريق بتحبه، فبتستغرب وبتقول له مش انت امبارح اللي طلبت مشروب الخوخ؟ وبيطلع لها تذاكر الحفلة بتاعة الفريق اللي بتحبه، وبتكون مستغربة لانها ما كانتش عارفة تجيبهم، وبتطلب انها تشتريهم منه، وبيرحب بالموضوع لانه مهكر تليفونها وعارف انها عاوزاهم، وبيديها الكارت بتاعه وبيقول لها لو حصل اي مشكلة في التذكرتين دول كلميني. فبيروح لهم ابوها وبينزل له المشروب وبيقول له ان ممنوع يشرب اي مشروب في كوباية بلاستيك هنا، فبيسيبهم جون يونغ وبيمشي. وبعدها بيوصلها ابوها لحد بيتها وبيحذرها من جون يونغ وبيقول لها انه بيكذب ومش مرتاح له، فبتتنرفز نميدة وبتقول له انه عادي وانها اشترت منه تذاكر الحفلة، وبتطلب منه ما يحاولش يتحكم في حياتها. وبعدها بتكون في البيت وحد بيحاول يفتح باب الشقة، فبتخاف وبتستعد عشان تهاجمه، وهنا الباب بيتفتح وجيما بتصورها بالموبايل بتاعها وبتفضل تضحك عليها وبتعرفها انها اتخانقت
اتخانقت مع مامتها وهتبات معاها، وفي الوقت ده بيوصل لابوها رسالة على تليفونه منها، لكنها في الحقيقة بتكون من جون يونغ اللي مهكر تليفونها، وبتكون الرسالة اعتذار من نميدة على اللي حصل منها، وبتبعت له لينك وبتقول له ان ده برنامج GPS بيحدد مكان التليفون علشان لو تليفونه ضاع زيها يقدر يلاقيه بسهولة. فبيدوس على اللينك وكده بيهكر جون يونغ تليفونه زي ما عمل مع نميدة بالظبط، وبعدها بتوصل له رسالة ان جاله طرد موجود قدام البيت، فبيطلع عشان يستلم الطرد، وهنا جون يونغ بيهاجمه. وعلى الجانب الاخر في الجزيرة بنشوف جي مان ومعاه قوة من الشرطة بعد ما اكتشفوا وجود 7 جثث بنات مدفونين في الجزيرة في نفس المكان اللي لقيوا فيه جثة الضحية الاولى. وتاني يوم بتصحى نميدة وبتكتشف ان المنبه بتاعها مرنش، وانها الساعة بقت 11 وانها اتأخرت على الشغل، فبتطلب من جيما انها تطلب لها تاكسي وبتنزل من البيت بسرعة. وفي طريقها للشغل بتكتشف ان في حد نشر من صفحتها كل اسرار شغلها، وباسمها قال كلام غلط كتير عن الشركة اللي بتشتغل فيها، واتكلم عن الصفقة اللي شركتها هتعملها بكل تفاصيلها. ولما بتطلع الشركة بتلاقي كل زمايلها متضايقين منها، وصاحبة الشركة بتقول لها ان الشركة فلست بسببها وانها خسرت كل فلوسها، وبتحاول نميدة تدافع عن نفسها لكن مفيش حد بيصدقها، والمديرة بترميها بره الشركة. ولما بتخرج من الشركة بتفضل واقفة في الشارع وهي مصدومة، فبتلاقي جيما قدامها وبتقول لها انا متأكدة ان مش انت اللي عملت كده. وعلى الجانب الاخر بنشوف جون يونغ وهو بيشطب على اسم المديرة، وبيكون الدور على جيما. وبعدها بتروح نميدة وجيما لمركز الشرطة وبيحاولوا يقدموا بلاغ في اللي عمل كده، لكن الضابط بيقول لهم ان مفيش اي دليل، ان مش نميدة هي اللي نزلت الصور والبوستات على الانستا، وبيقول لهم لو قدرتوا تجيبوا دليل على كلامكم ساعتها ممكن تقدموا بلاغ. فبتاخد نميدة جيما وبيخرجوا من مركز الشرطة، وهم في الطريق لمطعم ابوها بتبعت رسائل لكل اصحابها وبتعرفهم ان تليفونها اتهكر، وبتبعت رسالة لجون يونغ وبتقول له ان تليفونها اتهكر وانها عايزة تقابله في مطعم ابوها. ووقتها بيكون جون يونغ شايف كل اللي هي بتعمله من اللابتوب، وبيكون موجود في بيت ابوها وبيكون متكتف جنبه، وساعتها ابوها بيقول له انه لو عمل اي حاجة في بنته مش هيرحمه، فبيتريق وبيقول له ما تحاولش تتظاهر انك اب كويس، لو كنت فعلا بتهتم ببنتك كان زمانك بتعاملها احسن من كده. وبيقول له بس انت احسن من ابهات تانية، انا اعرف واحد هرب من البيت وابوه ما فكرش يسأل عليه من 7 سنين. وبعدها بتروح نميدة مع جيما المطعم، وهناك بتقول لها ان مفيش اي حد يعرف حاجة عن الخطة اللي كانت شركتها هتعملها مع الشركة التانية، وانها ما قالتش لحد غيرها. فجيما بتقول لها ان هي كمان ما قالتش لحد، فنميدة بتقول لها انها لازم تلاقي اللي عمل كده علشان تبرأ نفسها. وهنا بيوصل جون يونغ وبيسألها اذا كانت بطارية تليفونها بتخلص بسرعة، فجون يونغ بيقول لها ان ده دليل ان في حد ثبت جهاز تجسس على تليفونها، وبيسألها اذا كان حد بعت لها رابط وهي دخلت عليه، فنميدة بتقول له لا، فبيقول لها ان الكاميرا اللي في تليفونها بقت زي عينين الهاكر، والسماعات زي ودانه بالظبط، فلو بصت لشاشة الموبايل هيشوفها وكأنها قاعدة قدامه، ولو اتكلمت هيسمعها كأنها بتكلمه، ده غير انه هيقدر يتبع موقعها ويسمع مكالماتها ويقرا الرسائل بتاعتها. فنميدة بتقول له انها ما ثبتتش اي حاجة في الفترة الاخيرة، فجيما بتسأله اذا كان يقدر يعرف مين اللي ثبت البرنامج، فبيقول لها انه صعب بس هيرجع مكتبه ويحاول يشوف حل، وبيطلب منها تخرج معاه بره. ووقتها بيقول لها ان البرنامج ده حد ثبته على تليفونها الليلة اللي فاتت، وهو اللي سرب معلومات شغلها كأنها هي. فبتتصدم نميدة لان كلامه ده معناه ان صاحبتها جيما هي اللي عملت كده. ولما بترجع للمطعم بيكون باين عليها انها متغيرة، فجيما بتسألها مالك، ونميدة بتسألها اذا كانت هي اللي عملت كده، فجيما ما بتبقاش مصدقة الكلام اللي هي بتقوله، وبتسألها ازاي قدرت تشك فيا. فنميدة بتقول لها عايزاكي بس تقوليني انك بريئة وانا هصدقك، لكن جيما بتقول لها ايوه انا، وبتطلب منها ما تكلمهاش تاني وبتسيبها وتمشي. ولما بتخرج من المطعم بتكون بتعيط ومنهارة، وبيشوفها جون يونغ وبيفرح لانه عمل اللي عاوزه، وبكده نميدة بقت لوحدها وحياتها كلها اتدمرت. وعلى الجانب الاخر لجان التلفزيون بيكتشفوا وبيصوروا الجثث المدفونة، وجانغ بيقول لجي مان انه المفروض يبلغ عن الحاجات اللي شافها في بيت ابنه، لانه كده هيتقبض عليه عشان بيتستر على ابنه جون يونغ المجرم، وبيقول له ان هو السبب اللي ابنه وصل له، وبيكون حاسس بالذنب، وعشان كده هو عاوز يوصل له قبل ما يتقبض عليه. وصاحبه بيقول له انه قدر يعرف عنوان ورشة جون يونغ، وبيتحركوا بسرعة على عنوان الورشة، ولما بيوصلوا بيكتشفوا ان ارضية الورشة كلها مية، وكل طلبات تصليح الموبايلات متعلقة على الحيطان. وعلى الجانب الاخر بتكون نميدة في المطعم
وبتتفرج على فيديو ليها هي وجيما وبتعيط، ولما بطارية التليفون بتخلص بترمي التليفون على الارض، فالشاشة بتتكسر وبتفتكر انها من فترة ودت تليفونها ورشة التصليح، وان برنامج التجسس ده ممكن يكون اتثبت على تليفونها وقتها. وعلى الجانب الاخر جانغ بيقول لجيمان يحصروا اسامي البنات اللي في طلبات التصليح، فبيلاقوهم 7 بعدد الضحايا اللي لقيوا جثثهم، وبيكون الطلب الثامن باسم نميدة، فبيعرفوا ان هي الضحية الجديدة لجونيون. وفي الوقت ده بتوصل نميدة مع الشرطة لمكان التصليح، وجانغ بيقول للشرطة انهم كمان شرطة وان في قضية متورط فيها جونيون. وبتدخل نميدة وبتكون مستغربة ان الورشة بتاعت جونيون، وبتقول لهم انها عارفاه وانه مفهمها انه بيساعدها، لكنه بيتجسس على تليفونها ومدمر لها حياتها، فبتقول له انها تقدر تخليه يجي لها البيت ووقتها يقدروا يقبضوا عليه. وهي ومروحة بتبعت لجونيون رسالة وبتقول له انها عايزاه يجي لها البيت علشان يتأكد لها ان اللابتوب مفيش عليه اي برنامج تجسس. وبيكون جيمان وجانغ ماشيين وراها بالعربية، وبعدها جون يونغ بيوصل للشارع اللي هي ساكنة فيه، فجيمان بيرفع عليه المسدس وبيطلب منه ما يتحرك. ولما جون يونغ بيلف وجيمان بيشوفه بيعرف ان هو مش ابنه، فبيتأسف له وبيسيبه يمشي. وبيطلعوا لنميدة البيت وبتقول لهم انه اتصل بيها وقال لها انه هيجي لها بعد اسبوع، وبعد كده قفل تليفونه، فبيطلبوا منها تبات عند حد واثقة فيه وما تستخدمش تليفونها تاني، فبتقول لهم ان عندها تليفون قديم هتستعمله، وبتنزل معاهم وبيوصلوها لبيت ابوها. ولما بتنزل من العربية جيمان بيديها الكارت بتاعه وبيطلب منها تكلمه لو اي حاجة حصلت. ولما بتدخل البيت بتفتح باب اوضة ابوها فبتشوفه وهو نايم ومغطي وشه، فبتقفل الباب وبتروح اوضتها، وبتتفاجئ بان الهاكر بعت لها رسالة وبيقول لها انه عارف ان هي بتستخدم تليفون جديد، وبيقول لها ان هو كمان غير تليفونه، وبيبعت لها رقم تليفونه وبيطلب منها تتصل بيه. ولما بتطلب الرقم بتتفاجئ ان التليفون بيرن في البيت، فبتجري على اوضة ابوها وبتكتشف انه مش نايم على السرير، فبتقفل الباب وبتحاول تتصل على جيمان، بس الارقام بتتمسح وكاميرا التليفون بتصورها، فبترمي التليفون على الارض وبتسمع تسجيل بكلام ابوها، وده نفس الكلام اللي قاله لها في العربية لما كان بيحذرها منه. وبتلاقي جون يونغ بيوري لها فيديو لابوها وهو متكتف والسكينة على رقبته. وعلى الجانب الاخر اسم المباحث عن المفقودين بيتصل بجيمان وبيعرف ان الحمض النووي بتاعه تطابق مع الحمض النووي، والجثة لقوها في البحيرة من سنة ومحدش طالب بيها. وبكده بنعرف ان الهاكر ما يبقاش ابن جيمان. وبنرجع تاني للهاكر اللي منتحل شخصية جونيون، وبيطلب من نميدة انها تبعت رسالة للضابط جيمان زي ما اتفقت معاه، وبعد ما بتبعت له الرسالة بياخد الهاكر منها التليفون وبيقول لها انه هيدخل الحمام، فبتاخد العصاية الحديد اللي بيقلبوا بيها فحم الدفاية وبتدخل وراه، والصدمة انها بتشوف ابوها متكتف في البانيو وبيكون موجه السكينة على رقبته، فبتجري على ابوها. وهنا الهاكر بيجبرها انها تسيب اللي في ايدها وبيقول لها تكتف نفسها، وبيفتح المية على ابوها وبيكون مستمتع بعذابها جدا، وبيكتف ايديها وبيرميها جوه البانيو مع ابوها، وبيقرب منها وبيشوفها وهي بتغرق، فبيضحك وبيصورها وبيخرج وبيقفل الباب وراه. وفي نفس الوقت بيكون جانغ داخل البيت وجون يونغ بيشوفه وبيمشي وراه، وقبل ما يهاجموا بيهددوا جيمان بمسدسه وبيضربوا وبيسألوا على ابنه، فالهاكر بيشاور له على الشنطة بتاعته، ولما جيمان بيفتحها بيلاقي فيها مذكراته وبيكون مكتوب اسم ابنه وتحتها معلومات كتير عنه، وملاحظة بانه هيقتله وينتحل شخصيته. وبيشوف تليفون ابنه، وهناك بيكون جانغ بيحاول يفوق ابو نميدة وبيعرف ان ابنه ما عملش حاجة، وان الهاكر هو اللي منتحل شخصيته وهو اللي قتل الجثث اللي في الجزيرة. وبتكون شايفة نميدة كل اللي بيحصل وبتروح عشان تاخد حقها منه، وفعلا بتقتله بالمسدس بتاع جانغ اللي كان في الحمام. وابوها بيصحى من الغيبوبة وبتروح نميدة تحضنه، ولما بيخرجوا من البيت بيكون في ناس كتير بتصور وبيركبوا عربية الاسعاف، وبعدها بنشوف الناس في كل مكان بيتكلموا عن حكاية نميدة. وعلى الجانب الاخر بتكون رجعت لحياتها الطبيعية هي وابوها، وبنشوف حد بيصورها وتقريبا هتبقى هدف لحد تاني. وبس كده الفيلم يكون خلص. اكتب لي رايك في الكومنتات واعمل لايك واشترك في القناة. كل سنة وانتم طيبين. انا مؤمن محمد، اشوفكم على خير وسلام.